في البداية ديال الفيلم كنشوف واحد البنت اللي عندها 9 سنين اللي كانت سميتها ايما غروسمان. كانت كتشوف من الشرجم ديال بيتها فواحد المش اللي كان كيموت وهو كيغرق فواحد النافوره ديال الماء، فسدت داك الريدو ديال الشرجم وكملت الروتين ديالها ديال الصباح عادي بلا ما يبان ليها حتى شي شويه ديال الندم على داك المش اللي شافته كيغرق. فايما عايشه مع الاب ديالها واحد الارمل اللي سميتو ديفيد غروسمان. هي واحد التلميذه اللي كانت ممتازه وبنت مربيه بزاف، ولكن كيبان بحال ايما ما عندها حتى شي شويه ديال المشاعر الانسانيه. هذاك النهار في الفطور ايما قالت لباباها على داك الطموح ديالها باش انها تربح ديك الجائزه ديال المواطنه في المدرسه. وفاش كانوا كيهضروا بجوج دخلت عمتها انجيلا وعلمت ديفيد بلا راه لقات واحد الجليسه جديده يعني بيبي سيتر على زعما قبل ايما، وكيتبين بلا راه الجليسه القديمه ديال ايما طرات ليها واحد الحادثه مؤسفه. وهما كيهضروا ايما وراتهم القط اللي كان ميت في النافوره ديال الماء، فديفيد جبد داك القط ولكن ايما كانت بارده من المشاعر وما عندها حتى شي شويه ديال المشاعر جات الموت ديالو. هذاك النهار في المدرسه فاش كانوا الدراري كيقراو جات واحد رسيله وخلعتهم كاملين، وملي بداو كيهربوا كاملين وهما خايفين ايما بكل شجاعه هزت واحد الكاس وشدت ديك الرتيله وداتها طلقاتها برا ديال الشرجم. وفي هذا الوقت ديفيد دار واحد المقابله مع ديك الجليسه اللي كانت سميتها كلوي، عجبو السيفي ديالها بزاف في الخدمه وبداك الشيء علاش خدامه معاه، وكلوي كان باين عليها بحال راها معجبه بديفيد. نرجعوا للمدرسه، صاحبه ايما في القسم كاتي كانت كتلعب، وفاش تقات مع ايما عاوناتها باش انها تنوض، فالمعلمه ديالهم كانت كتشوف هاد الاحداث كيفاش كيطراو وكيبان بحال الا ايما كتحاول تبين التعاطف والرحمه غير باش تربح ديك الجائزه ديال المواطن. وفي هذيك الليله ايما كانت كتدرب على الابتسامه قدام المرايه، والنهار الموالي اللي كان هو النهار ديال الجائزه ديفيد لبس ايما وداها للمدرسه، وكاع الوالدين التلاميذ كانوا جالسين في داك المدرج. فاش المعلمه علنات بلا راه ميلو هو اللي ربح الجائزه ديال المواطنه ايما بقى فيها الحال بزاف وبانت عليها واحد الخيبه في عينها. وفاش ديفيد هضر مع ايما على حساب الرباح ديال ميلو قالت ليه بلا راه هي اللي كانت كتستحقها، وبدات كتعاير في ميلو واعتذرات فاش ديفيد شاف فيها بنظره ديال ما عجبوش الحال. ومن بعد واحد شويه فاش كان حتى حد ما كيشوف ايما دات ميلو باش توري واحد الجرف يعني واحد المنحدر اللي كانت تما قريب. وفاش ميلو اقترح باش انهم يرجعوا ايما تمشات جيتو وهي تكحل الشاشه يعني دفعاتو. فمن بعد فاش الوالدين ديال ميلو جاو سولوها واش شافتو كذبات عليهم وقالت لهم بلا راه ما شفتوش ملي كانت ديك العافيه. فجاه بجوج بنات جاو كيجريو من واحد البلاصه وكانوا كيغوتيو باش ان شي واحد يعاونهم، وكاع الوالدين جراو باش يشوفوا شنو كاين. فتما لقاو ميلو طايح في داك الجرف واللي كان غرق في البحر، فالاب ديالو هز الجثه ديالو اللي كان جابها الماء وحاول زعما باش يدير ليه تنفس الاصطناعي، ولكن ميلو كان صافي مات. وفي صباح الموالي ديال الفطور ديفيد سول ايما كيفاش حاسه، ولكن هي ميكات تماما على الحقيقه ديال ان صاحبها مات غير النهار اللي قبل. من بعد الجليسه الجديده كلوي جات للدار، وفي هذيك الليله ديفيد كاع ما كان في الدار، فايما لقات كلوي في البيت ديال ديفيد اللي كانت كتسرق ليه شي دوايات. من بعد هما ما كانوا كيتفرجوا في الافلام ايما واجهتها على قبل هادوك الدوايات ووعدتها بلا راه ما غادي تقول ديفيد والو الا كلوي دارت كاع داكشي اللي هي بغات. فايما من بعد ما امرتها باش انها تجيب لها لا كلاص كلوي عيرات البنت صغيره وقالت ليها بيتش، ولكن دارت كاع داكشي اللي قالت ليها. وفي النهار الموالي كان هو التعبين ديال ميلو. من بعد الحفله كلشي كان كيبكي من غير ايما، فديفيد هضر مع الوالدين ديال ميلو واكتشف بلا راه الميداليه كانت غابره وتاكدوا بلا راه غادي تكون غرقات غير في البحر. تما بالضبط بدات ايمي كتبكي حتى هي وبحال زعما كانت غير كتمثل حزينه قدام الوالدين ديالو بالعاني. وفاش رجعوا للدار ديفيد كان خايف مهموم من ديك التصرفات ديال ايما، وفاش كان كيطوي في الحوايج ديال ايما في هذاك النهار كتبان لينا الميداليه ديال ميلو كانت مخبيه تحت الناموسيه ديال ايما. فديفيد شاف تصاور ديال نهار الجائزه ولقى بزاف تصاور ديال ايما اللي كانت كتشوف بواحد النظرات ديال حقد في ميلو، وهنا شك بلا راه الموت ديالو تقدر تكون عندها علاقه بايما. من بعد هذاك النهار المعلمه ديال ايما ميس إليس واحد البوليسي زاروا ديفيد باش انهم يهضروا على الموت ديال ميلو. في ميس إليس قالت بلا راه شي حد شاف ايما مع ميلو في الجرف قبل انه يموت، وايما كانت كتسمع لديك الهضره ديالهم من مورا الباب، فمثلات بلا راها طاحت على واحد الفاز وتجرحات راسها بالعين زعما باش تقطع الهضره. وهنا ملي شافوا ايما كانت مجروحه فميس إليس والبوليس مشاو فحالهم. وملي كان كيداوي في الجرح ديال ايما ديفيد سولها واش كانت مع ميلو في الجرف، ولكن ايما نكرات. وفاش كشف ليها بلا راه ميس إليس قالت ليها بلا راه كانت تما وشافتها ايما تعصبت بزاف وغوتات وقالت بلا راه ميس إليس ما كتحملهاش كانت كتكرهها. في النهار الموالي كلوي مشات للبيت الدخلاني فين كان ديفيد كان كيخدم وسولاتو واش تقدر تكمي تما، ولكن ديفيد رفض وقال ليها بلا راه هاد البلاصه فيها بزاف ديال السوائل اللي دغيا كتشعل فيها العافيه. من بعد ديريكت كلوي دات ايما للزنقه باش تلعب التروتينات ديالها
وهما تما بزوج بهم شافوا الطوموبيل ديال ميس إليس كانت قدام الدار ديال ميلو وكانت كتهضر مع الام ديالو. فكلوي هنايا قالت بلا راهم كيجمعوا الدلائل ضد ايما وعارفه بلا راه ايما دارت شي حاجه لميلو، ولكن البنت صغيره دارت راسها بحال ما عرفتش كاع كلوي علاش كانت كتهضر. وفاش رجعوا للدار كملوا الهضره وكلوي قالت لايما بلا راهي لا عاقب شنو طرا لميلو غادي يجلسوا ايما فوق الكرسي الكهربائي. هادشي خلع ايما واحد شويه ولكن مازال ما اعترفت بلا راه دارت شي حاجه. من بعد هذاك النهار كلوي كانت كتقلب على ايما في الانحاء ديال الدار وفاش شفنا بلا راه العش ديال الارتيلات اللي كان في السقف ديال داك البيت الدخلاني غبر. من بعد شفنا ميس إليس اللي كانت غاديه بطوموبيلتها من الدار ديال ميلو وهي كانت غادا كتسوق واحد الارتيله شتات ليها الانتباه واللي خلاتها تقريبا دير واحد لاكسيدون. فكملت السوقان وفاش الكاميرا دازت اللور كتبان لينا هذاك العش ديال الارتيلات اللي كان محطوط تما. فايما هنايا دارت داك العش في الطوموبيل ديال ميس إليس باش هكا تقدر تقتلها. كنرجعوا للدار فاش كلوي لقات الميداليه ديال ميلو تحت الناموسيه ديال ايما، خداتها وعلقاتها في واحد البوله في البيت ديال ديفيد باش زعما ايما تشد متلبسه. فديفيد كان في الدوش فاش ايما جات لبيتو وشافت الميداليه ودغيا حيداتها من ديك البوله وخباتها ورا ظهرها، ولكن ديفيد كان وارد ليها البال. جا ورجعها لبيتها وواجهها بهادشي اللي دارت. ايما كذبات وصوبت واحد القصه من راسها وقالت له بلا راه ميلو هو اللي عطاها الميداليه فاش كانوا كيلعبوا. ديفيد هنايا خرج يسوق باش يخرج هادشي من راسو. شاف الطوموبيل مقلوبه ديال المعلمه وديك الساعه عيط لانجيلا وطلب منها باش انها تقلب على شي طبيبه نفسانيه لايما. ديفيد بداو كيجيو واحد الكوابيس على ايما وميلو. وفي النهار الموالي ايما واجهت كلوي على قبل انها حطت الميداليه تما وهي كانت معصبه بزاف. تما بدات ديفيد هبط لتحت وطلب من ايما على انها تجي معاه. داها للدار ديال ميلو باش ترجع الميداليه لماما. الام كانت تالفه ولكن شكراتهم حيت رجعوها لها. من بعد علماتهم بالموت ديال ميس إليس فدارت واحد الحادثه بسبب ارتيلات. تما ديفيد تفاجأ وايما بدات كتبكي ودعات بلا راه ميس إليس كانت معلمه المفضله عندها. ولكن هما راجعين للدار ايما بان بحال الا راه نساو الموت ديال ميس إليس وتقلبات وبدات كتهضر على انها غادي تصايب الكوكيز مع كلوي. فديفيد هنايا صافي ما بقاش مرتاح لدوك التصرفات ديال ايما. من بعد وفاش ديفيد كان كيخدم في داك البيت الدخلاني لاحظ بلا راه هذاك العش ديال الارتيلات كبر وهنا شك في بنته على انها هي السبب في الموت ديال ميس إليس. والنهار الموالي كان هو الموعد الاول ديال ايما مع الطبيبه النفسانيه الدكتور مارش وهي وايما داروا واحد الهضره طويله بيناتهم. ومن بعد هذه الحصه الطبيبه قالت لديفيد بلا راه ايما بحالها بحال كاع الدراري الصغار العاديين. وهنا كنعرفوا بلا راه ايما قولبات حتى الطبيبه النفسانيه ديالها. وفاش رجعوا للدار ديفيد تلاقى مع كلوي اللي كانت كتشمش غير بالحوايج ديال السبور وطلب منها باش انها تمشي عند ايما. وفاش كلوي وايما كانوا كيهضروا قالت للبنت الصغيره بلا راه ديفيد كان كيشوف فيها بواحد النظره اللي كانت زوينه قبيله وزادت قالت ليها بلا راه تقدر تولي مرت باها. هنايا ايما تعصبات وغوتات عليها باش تبعد من باباها. وفي هذيك الليله ايما سولات ديفيد واش كتعجبو كلوي. هنايا ديفيد تخربق وكشفت ليه بلا راه كلوي باغا تولي مرت باها، ولكن ديفيد كان معطل على واحد رونديفو كان عنده وداكشي علاش مشى دغيا بلا ما يعطيها بزاف ديال الشرح. ومن بعد واحد شويه كلوي سمعت شي صداع وهي كتفرج في التلفازه فمشات تقلب على ايما ولكن ما لقاتهاش في حتى شي بلاصه. فشويه بان ليها في هذاك البيت الدخلاني من شرجم واحد الخيال كان دايز تما وخرجت كتقلب عليها. فاش دخلت لذاك البيت الباب تسد وحاولت على انها تحلو ولكن والو ما بغاش يتحل. تما بدات العافيه كتسرع في الارض. هي كلوي شافت ايما كانت كتشوف فيها من الشرجم وحاولت على انها تضربها ولكن العافيه شعلت فيها بقات كتشد فيها كامله حتى قتلاتها في الاخر. ديفيد رجع للدار ولقى صحاب المطافئ والاسعاف في دارو وقالوا ليه بلا راه كلوي ماتت محروقه. ايما داوها للدار ديال واحد المسؤول وملي ديفيد وصل ايما عنقها. وفي هذيك الليله ديفيد جا البيت ديال ايما وجلس قدامها بكل حب وسولها واش ادات ميلو ووعدها بلا راه غادي يدير اي حاجه يقدر عليها باش هكا يقدر يعاونها ولكن خاصها تقول لي الحقيقه في الاول. هنايا ايما في الاخر اعترفت بلا راه دفعت ميلو من الجرف ولكن قالت لي راه غير حيت كانت خايفه يشكي بها حيت خدات ليه الميداليه ديالو. من بعد قالت بكل برود بلا راه ما غاديش تعاود ديرها مره اخرى. هنايا ديفيد تخلع. من بعد سولها على ميس ليفيا الجليسه القديمه ديال ايما واكتشف بلا راه دفعتها من الدروج حيت ميس ليفيا شدات ليها في يدها وقالت بلا ليفيا كان خاصها ترد البال كثر. هنايا ايما بدات كتولي هجوميه وقاصحه وهي كتهضر. وفاش سولها على شنو دارت كلوي غوتات على ديفيد ولامت كلوي وبلا قالت ليه راه هي اللي كانت باغا تولي مرت با. هنايا ديفيد تزير بزاف
وما بقاش قادر يتيق على ان بنته الصغيره قادره دير هاد الجرائم البشعه كامله. وفي الصباح الموالي الشريف ديال المدينه اتصل بديفيد وقال ليه بلا راه باغي يتلاقى مع ايما، ولكن ديفيد صوب واحد الاعتذار بلا راه مريضه. ومن بعد داها للدار ديالهم اللي كانت في اللاك اللي كانت بعيده بزاف. فالمساعد ديال الدار رحب بهم، ومن بعد داك النهار الشريف اتصل مره اخرى بديفيد باش يعلموا على انه العافيه راه شعلات بالعاني من طرف شي حد، ولكن مازال ما عارفين شكون. انا ديفيد فاش شاف بنته راه تقدر تشد زير بزاف، وديفيد كان عنده واحد الفردي تما في الدار وكان كيشوف فيه مره وكيخمم واش يقدر يستعملو ولا لا. والنهار الموالي فاش ديفيد كان ناعس ايما جات لبيتو وباستو وسدات كاع الشراجم وشعلات كاع البوطات ديال الغاز في محاوله على انها تقتل باباها. هنايا ايما مشات للجهه ديال داك النهر وجلست تما بدات ديفيد فاق وشم ريحه الغاز اللي كان معمر الدار. دغيا حل شراجم وسط البوطات وشاف ايما في البراد ديال الدار كانت جالسه وعاق بلا راه كانت باغا تقتلو. تما مشى لعندها وسولها علاش دارت هكا، وايما جاوباتو بلا راه الا طرات لي شي حاجه غتمشي تعيش مع عمتها انجيلا اللي كانت كتبغيها ديال بصح. فديفيد شد ليها يديها وبكل هدوء دخلها للدار. من بعد شفنا ديفيد كان كيدق في واحد الدوايات عنده، ومن بعد جاب الايما واحد الكاس ديال الشكلاط سخون وبجوج بهم شربوه. وديفيد هنايا غطاها باش زعما تنعس. وفاش رجع لبيتو عيط لانجيلا وعاود ليها على كلشي اللي طرا اللي دارت ايما، ولكن ما تاقتش فيه واعتذر من انجيلا وقال ليها بلا راه ما عنده حتى شي حل اخر. وهنا كيتبين لينا بلا راه ديفيد داد واحد الدوايات فداك الشكلاط السخون ديال ايما باش زعما تموت بشي اوفر دوز، وهكا ما غاديش تبقى تقتل في الناس. ولكن ما قالش هادشي لانجيلا. وفي هذيك الليله فاش كان ناعس ايما دخلت لبيتو هزت داك الفردي ووجهته ليه لراسو وطلقات واحد الضربه، ولكن زقلاتو ومشات القرطاسه في الوساده اللي حدا ديفيد. وصداع فيقو من النعاس وسولها كيفاش باقا عايشه. ايما جاوباتو بلا راها بدلات الكيسان ديال الشكلاط مع الكاس ديالو. وفاش شاف بلا راه كانت باغا تقتلو ديفيد نقص باش انه يحيد ليها الفردي من يديها. ايما دغيا هزت التليفون ديالو وعيطات 911. من بعد جرات للدوج وديفيد تابعها بنيه انه باش يقتلها، ولكن ايما قالت لهداك الموزع ديال 911 بلا راه باباها كيحاول يقتلها. فهنايا ديفيد صافي فرقع الباب ديال الدوش ووجه الفردي الايما. وتما بدات المساعد ديال الدار بان واللي كان هز واحد البندقي في يدو. وفاش شاف ديفيد اللي كان غادي يقتل ايما طلق عليه النار وقتلوه في ديك الساعه. وايما كانت كتشوف باباها طايح في الارض وكان تيموت، وتما مات. والبوليس جاو حتى هما في ديك الوقيته. فندوزو للصباح الموالي العمه انجيلا جات لديك البلاصه وقالت لايما بلا راه باباها غالبا كان مريض. والفيلم كيسالي وكنشوفوا ايما اللي كانت كتعنق في انجيلا وكتبتسم واحد الابتسامه اللي كانت شريره بنظره بارده وديال الافتراس اللي كانت في وجهها. وهكا كيسالي الفيلم ديالنا ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش ديما يوصلكم جديد. باي باي.